السلام عليكم ومرحبا بكم في الحلقة الأخيرة من مسلسل خط الرجعة. عفاكم أخوتي الأعزاء والله يرحم لكم الوالدين. اشتركوا معنا في القناة، بزاف منكم كيتفرجوا كينساو ما كيشتركوش، وهذه هي الفرصة باش أنكم تفرحونا. الله يرحم لكم الوالدين ويسهل عليكم أصحاب أخوتي الأعزاء. بالنسبة للأحداث ديال هذه الحلقة هذه فغادي نكتشفوا بأنه السر اللي مخبيه حورية غادي تفتح، وكل شيء غادي يعرف العلاقة اللي كانت جمعتها مع هشام، بانها راه حامله من هشام ماشي من با عمر كيف ما كيحسب بزاف ديال الناس، حيت هو تزوج بها غير باش يسترها، وبدوك الفلوس اللي كانت عطاتو راه هو باش خرج الابن ديالو. فمازال غادي يكتشف بانه اللي غادي تعرف الحقيقه ديال هادشي هي زينب، حيت بصح غادي تبقى تسول راسها علاش هي حامله من باها، وباها ديما كل نهار كيجي وكيبات هنايا معاهم في الدار، ما كيباتش معاها. يعني باينه بلي كاينه شي حاجه تما. اصلا زينب ما كترتاحش كاع الحريه، وديما كتشك فيها بلي اكبر مخلويطه، وحتى من ولده مهدي حتى هو ما داخلاش ليه لراسو بانه با عمر تزوج بحريه غير هكاك. يعني كاينه شي حاجه تما. اما بالنسبه لمروه فغادي نكتشفوا بانها بلا غادا تعرف الحقيقه ديال الام ديالها بلي راه كانت دارت الغلط مع هشام، فغادا تحقد على الام ديالها هي الاولى، حيت غادي يشوفوها بلي غادا تخاصم معها، وما تجي فين تمشي باش تواجه معها غادي تلقاها باغا تصفيها لراسها. وهنا فين غادي يشوفوا بانه غادا تغوت وغادا تطلب منها السماحه، تقول لها كيفاش طرا هادشي شنو وقع. هنا حوريه ضروري ما غادا تبين فيها بلي راه ما لها حتى شي حاجه في هادشي باش انها تخلي بنتها تحت جناحها. غادي يلبقوا كلشي في هشام، وهنايا هشام بصح راه هادشي كامل دايرو مخطط ليه، وغادي تسولوني علاش غنقول لكم علاش. الا تفكرتوا الام ديال هشام فين كاينه، راه كاينه في سبيطار ديال الامراض العقليه، حيت هي راه سنوات وهي تما بسبب اش؟ بسبب اسماعيل، هو اللي دخلها لداك السبيطار، حيت بصح كانت مرضات وتسطات منين عرفاتو بلي كيخونها وكيمشي مع العيالات بزاف، وعيات باش انها تميك وتدوز عليه. فكان معيشها في العذاب في الصغر، وعاد زيد عليها حتى باش كان هشام باقي صغير كان ديما كيجي سكران وكيخليه دار عشو مزيان، وداكشي علاش كبر حاقد عليه، وكبر كيدير داكشي اللي كتبغي مو، وداكشي اللي باغيه ليه مو. داكشي علاش هو كيصدق على الناس وكيعاون اللي ما فحالهمش، وزيد وزيد هو كلشي فيه زوين. ولكن حاجه واحده اللي خايبه فيه هو الانتقام. ما مشى حتى انتقم من باه ودخلوا للحبس. الى عقلتو شكون سبب دلال، راه سببها هو اسماعيل، ولكن هو زاد هذيك المذكره، زاد كتب فيها شحال من حاجه باش يغرق الشقف لباه. وعاد زيد مازال علاش هو مشى الحوريه وغلط معاها، وتزوج عفوا تزوج بمروه، وحتى هي بدا كيديها لديك طريقه الموسيقى وداك الشيء باش تولي مبليه بالموسيقى، وباش واخا تكشف الحقيقه وكل شيء ما حد هي غتبقى غاديه في ديك الطريق، والا غادي يدوي معها ولا المهم غادي يبقى عنده روابط باش انه يدوي معها. فغنشوفوا بانه هو السبب حتى غلط مع حوريه، وهو السبب نيت حتى تشوفوا بانه مروه ما قادره دير حتى شي حاجه في حياتها، غاديه غير في الموسيقى، ما قادرش انها تمشي ودير المشاريع ديالها وداك الشيء، حيت الموسيقى اللي كيديروها هما كيديروها مع الجمعيات، وما كيربحوش منها فلوس بزاف. داكشي علاش حتى الا تفرقت معاه غادي تلقى راسها ما عندها حتى شي حاجه من غير داكشي اللي عند الام ديالها، واللي كامل حنا عارفينه جايباه غير من القصاير، وما غاديش ترضى عفوا ما غاديش ترضى مروه باش انها تاكل من دوك الفلوس. فمازال كنكتشفوا بزاف ديال الاحداث اخرين، بحال دابا احمد ملي كان مشى للعروبيه راه ما غاديش يقدر يكمل تما، حيت بصح هو كان باغي يكمل تما على قبل كلثوم، وهانيه هو ما كانش باغي يكمل مع حفصه اصلا، عمره ما بغاها. ولكن ملي جات عنده الام ديال حفصه فدورها في راسو وعرف باللي ما بقى معاه حتى شي حد. راه باه خرجوا من الحبس، ولكن فين هو باه؟ راه هو في المدينه، خوه راه هو في المدينه، هو بوحدو في العروبيه ومع غير عمته، وما راضيش هو بالعيشه تما ما حد كلتو ما كيناش، هو كيرتاح تما كيرتاح نفسيا، ولكن هو راه عاطفيا ديما كيفكر في كلثوم، علاش مشات وخلاتو، علاش كلشي كان تقادو كانوا قدروا يتزوجوا، ولكن هي ردت ليه الصرف ديال داكشي اللي دار ليها، الوقيته اللي كانت معوله عليه غير هو وانه غادي يجي واحد النهار وغادي يتزوج بها في وسط من هاد العروبيه، تخلى عليها وكمل حياته وفكر غير في مستقبله، وهي فين تزوج بحفصه. فردات ليه الدقه دابا وخلاته هو حل في العربيه بوحديته مع واحد المشروع عامر كريديات وسبيطار ديال الحومه في العروبيه، راه صعيب الحال
يدخل منه الفلوس. فدابا ملي جاه العرض من عند الام ديال حفصه وقالت ليه رجع معاها، فغادي يرجع معاها هاد المره، ولكن بشروط باش انه يولي خدام في واحد الكلينيك اللي هو كبير ويبعد على اي حاجه فيها الاب ديالها، حيت بصح هو والاب ديالها ما كيتفاهموش. فغنشوفوا انه حفصه غادا تزوج بواحد الشخص كانت كتعرفو من شحال هذا، وكان هو باغيها وكيبغيها، فبغاو غير يتزوجوا باش انه يحيدوا ديك اللعبه ديال الطلاق الثلاث، ومن وراها تطلق منه وترجع تتزوج بالزوج ديالها القديم. فغنشوفوا بانه في الاول غادي يتفق معاه وكلشي غادي يكون غادي مزيان، ولكن مع الوقت غادي يكتشفوا انه السيد مبغاش يطلق حفصه، وغادي تلقى معاه مشاكل بزاف. وهنا فين غادي نشوفوا بانه غادي يبان الحب ديال احمد لحفصه، غادي يمشي وغيتواجه مع داك السيد وغادي يغوت عليه باش انه يطلق حفصه، وبتهديدات عاد غادي يقدر انه يطلقها. ومن وراها غادي يتزوج هو حفصه، وغادي يرجعوا يعيشوا في واحد الحياه اللي هي زوينه وسعيده. وحتى من دوك الوليدات اللي كانت باغيهم حفصه من الاول فغادي يسهل فيهم الله وغادي يرزقهم الله بوليدات. اما بالنسبه لزينب فغادي يكتشفوا بانه في الحياه ديالها غادي تلقى صعوبات اكثر في القرايه، حيت هذه المره هذه منين عودت العام غادي نشوفوا بانه عندها ديجا تصاور وفيديوهات على الاستاذ اللي كان سقطها. وهنا فين غادي تدخل معاه في واحد الصراعات اللي هما كبارين، باش انها غادي تهددو يا غادي ينجحها يا غادي تنشر داك الفيديو ديالو اللي كان كيشد ليها في يديها وكيهضر معاها. فغادي نشوفوا بزاف ديال الاحداث اخرين، خصوصا مع مهدي اللي هادي الاخر عليه، مع داك الدوسي ديال ولد الفشوش اللي كان دار كسيده مع كسيده بالطوموبيل ديالو مع واحد السيد وهو صاحبته وقتلو. فغادي يشوف انه هاد الدوسي هذا ما غاديش يتوفق فيه مهدي، حيت هذيك ستاجير ديالو ملي كانت شادات الدوسي ديال ديك السيده اللي ما فحالهاش وغادي تخدم لهم داك الدوسي بلا مقابل بلا والو. السيده ما هذيك هي اول محاكمه ولا اول تعرفوا عليها غادي يكون هي هاد المحاكمه هادي، فغادي تعطي فيها الجهد مزيان. وخصوصا اللي ما عندهاش دواسه اللي غادي يخربقوها، ما عندهاش ملتزمات ولا التزامات اللي غادي يخربقوها، فغادي تعطيه الجهد ديالها كامل لهاد القضيه هذه. وبالفعل في النهار ديال الترافع غادي يشوفوا بانها غادي تربح القضيه وغادي تجيب الحق السيده اللي ضاعت في ولدها. وداك الدري غادي يدخل الحبس، وبات ولد الفشوش ما غاديش يدوزها المهدي حيت دا منه بلينات صحاحين، وفي الاخر هاي القضيه تخسرات والدري راه دخل الحبس. غادي يحاول يشرح ليه باللي راه ديك السيده راه ستاجير معاه، ستاجير كانت عنده، ومن بعد ما ولات هاد القضيه راي عام وهذا، وهي بغات تدخل مع فهاد الخطه مشات. هو مبغاش يسمع منه هاد الحقيقه، مبغاش يسمع منه. هو كيعرف عطى الفلوس صافي ولدو خاصو يخرج، ولكن ما حد ولده بقى في الحبس. فغادي نشوفوا انه غادي يعاني بزاف مهدي، حيت غادي يبغي يقول ليه رد لي رزقي. وغادي نشوفوا بانه مهدي ملي غادي يبغي يرجع الفلوس غادي يلقى سلمى مرتو مكرطاه على الطس، ما كاين حتى شي ريال عنده في الدار، وعاد دوك الفلوس كاملين اللي كان كيجمع راه صافي خدات بهم هي الفيلا وراها كاينه وموجوده. ولكن باش غادي يمشي لديك الفيلا ما مرتاحش وتابع عنده ضغوطات، والسيد بات ولد الفشوش ضاغط عليه باش انه ينتقم منه اللي ما عطاش الفلوس، وغادي يتدخل باش انه يحيد ليه سميتو من هيئة المحاماة بانه محامي فاسد، وكيمشي للدواسة كاملين اللي مشبوهين وكيعطي الحق غير للظالمين. فالمهدي غيتدبر وغادي يشوف الحلم ديالو اللي كان يتقاتل عليه سنوات هادي، هو غادي وكيتبخر بسبب بسبب سلمى مرتو اللي داتو لطريق الشيطان. وكان بواه كينبهو وحتى حورية كانت كتنبهو، ولكن هو فكر انه يمشي في الطريق هذه اللي فيها الفلوس اللي غيربح منها بالزربه، ولكن ما فكرش للسمعه ديالو والمهنه ديالو ولا حتى الضمير ديالو. فهنا كنشوف انه العبره من هذه القصه ديال المهدي بانه بنادم ما يمشيش للحاجه اللي فيها الشبهات، وما يمشيش يدي حق الناس ويظلمهم ويتعدى عليهم باسم القانون، حيت الكارما كاين الدنيا دواره بنادم. مهم نكتفيو لحد الان في سرد الحلقه الاخيره من مسلسل خط الرجعه. ان شاء الله مازال غادي ندير لكم الكمال ان شاء الله في الفيديو الجاي.
وغادي ندير لكم حتى هو الحلقه الاخيره ديالو، يعني غادي يكونوا كاع الاحداث اللي بقاو غنقولهم فيه. داكشي علاش اشتركوا وديروا لايك للفيديو ان شاء الله. ملي نحط الفيديو ديال الحلقه الاخيره وديروا فيه لكم على يوصلكم ان شاء الله. وهذا مكان، ومع السلامه.